ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا عارف ان انا اتأخرت عليكم جامد جدا، بس كلامي المهم هيكون معاكم في اخر الفيديو. ودلوقتي حابب اقول لكم ان انا جاي لكم بحكاية يوجين صاحب الرتبة اف مروض الوحوش وقاهر الرتب اس. بس لو انت اول مرة تتفرج على حكاية يوجين الاسطورية فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت على صفحة القناة، وهسيب لك برضو اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. وكالعادة قبل ما نبدأ يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن هيونجي جه عشان ينقذ يوجين من الرئيس سيونغ اللي اتحول على يوجين لأنه حس إنه عدو قوي للجمعية، واستخدم عليه مهارته وقدر إنه يضعف ليه مهارة مقاومة الخوف. وبتقوم عركة جامدة جدا بين هيونجي وسيونغ وبتنتهي في النهاية بفوز هيونجي، وبسبب إن مهارة مقاومة الخوف قلت عند يوجين بيخاف يتكلم مع هيونجي وبياخد بعضه وبيطير بعيد عنه. لكن هيونجي الصايع بيحس بكده وبيستغل الموقف ده لصالحه وبيسأل يوجين عن الجرح اللي في صدره، ويوجين بيضعف وبيعترف انه حجر مانا، لكن بيستجمع قوته من تاني وبيستخدم هالة المتعالي وبيقدر يوقف يونجي عند حده. ويونجي بيعتذر ليه وبيشيله عشان يروحوا البيت. وأول ما بيروح يوجين بيترمي على الأرض من التعب، وبيظهر يوهان قدامه اللي استخدم حجر الخروج وخرج من الدهليز عشانه، وبيتصل بهيونجي عشان يعرف منه الأخبار وبيعرفه كل حاجة هيونجي، وإن في حاجة غلط كمان في أخوه يوجين وإن في حجر مانا جوه صدره. فبيتضايق جدا يوهان لأن أخوه حول نفسه لفريسة سهلة للوحوش. أما هيونجي فبيحصل ليه حاجة غريبة جدا، وهي إنه بيشوف ذكريات كتير أول مرة يشوفها، وبيفضل يكسر في المكان اللي حواليه وبيبص في الإزاز المكسر اللي قدامه وبيقول إيه الذكريات دي كلها؟ أنا ما مريتش بكل ده. لأ ثانية واحدة كده، أنا مرّيت بيه بس أنا نسيته؟ معنى كده إن كل دي ذكرياتي؟ دي ذكرياتي من المستقبل، ذكريات 5 سنين كاملين، أنا إزاي نسيت كل ده؟ وهو بيركّز أكتر في الإزاز اللي قدّامه بيظهر ليه نص وِش لشخص شبهه، وهو بيركّز أكتر بيلاقي نفسه راح لمكان مختلف وبقى عايم فيه، وبيظهر قدّامه الشخص اللي شبهه أو شخصيته من المستقبل، وبيمسك إيديه وبيقول له: أخيرًا فُقت، يالّا بقى عشان جه وقت إننا نبدِّل بعض. بيروح ليوجين وبيشوفه بيكلم سوزي وبيسألها على هيونجي، وبتقول له: أنا مش عارفة أقول لك إيه يا يوجين يا أخويا، ده الرئيس هيونجي مش طبيعي النهارده خالص. على العموم هو في المقر لو حابب تيجي بنفسك وتشوفه. بيكلم يوجين نفسه وبيقول: للأسف مفيش وقت نضيعه في موضوع السياسة ده بالذات، لو ملحقتش تستغل الوقت المناسب يبقى ملوش لازمة، بس أنا برضو مهارتي مقاومة الخوف لسه ضعيفة وممكن يحصل ليا حاجة وأنا هناك. بيقطع تفكيره أخوه وبيقول له: أنا ممكن أروح معاك، أنت أكيد محتاج لحد يحميك على فكرة. بيستغرب يوجين وبيقول له: هو ده عادي؟ مش أنت المفروض دلوقتي في دهليز؟ بيرد عليه يوهان وبيقول له: ما تقلقش، أنا عندي نضارة التنكر ممكن آخد شخصية أي حد من أعضاء نقابتي. وبيوافق طبعا يوجين وبيروحوا بعدها على الصياد اللي هياخدوا شخصيته، والصياد ده يبقى حمادة صاحب كيم اللي قال له على محل المنكر اللي أخد عليه يوجين في بداية تعارفهم مع بعض. المهم بقى بيعرضوا عليه إنه هينام باستخدام عنصر كام يوم كده، لأن يوهان هياخد شخصيته وشكله كمان. فبيستغرب في الأول وبيكون خايف جدا، لكن هم بيغروه وبيقولوا له: مش أحسن من إنك تدخل الدهليز وتحارب فيه وحوش كمان؟ وإحنا كمان يا سيدي هنزود مرتبك للضعف، وكمان هنزود أجازتك. وطبعا الواد يا عيني ما بيصدق وبيوافق على طول، وبيلبس لبس النوم وبياخد أرنوبه في حضنه وبيتغطى عشان ينام ننهو. بس قبل ما بينام بيأكد عليهم حاجة مهمة جدا، وهي إنه مش عايز لما يصحى يلاقي نفسه متورط في مصيبة ولا حاجة. ده أنت هتندم ندم عمرك على قرارك ده يا جميل. يوهان هيعمل بشخصيتك اللي معرفش يعمله في الحقيقة. المهم بيطمنه يوجين وبيقول له: ما تقلقش، احنا مش هنعمل أي جرايم خالص، احنا هنعمل كل المصايب اللي في الدنيا ما عدا الجرايم اللي بتدخلنا الاسم، كله إلا الكلبوش يا جميل. ودي كلمة سر النهاردة، الكلبوش. وبيخرجوا يوجين ويوهان يركبوا العربية في وسط صدمة كبيرة لكل أعضاء النقابة، لأنهم شايفين يوجين خارج مع صياد بالرتبة بيه بس. ويوهان بيقول ليوجين: هم خايفين عليك لأن باين قدامهم حمادة، وحمادة صياد ضعيف ممكن تتخطف منه عادي تاني. بيضحك يوجين وبيقول له: عندهم حق طبعا، لأنهم ما يعرفوش إن أخويا هو اللي معايا واللي هيفكر يقرب مني بس هيفلقه حرفيا. بيقول له يوهان: بس أنت إيه برضه اللي خلاك مصر تقابل يونجي بنفسك؟
ما كنت سبتنا إحنا نخلّص الموضوع ده مع بعض. فبيقول له يوجين لأ طبعًا، لازم أشوف موضوع تداول السوق ده بنفسي. نقابة الهوية بتكبر بسرعة بس إحنا للأسف مش شاطرين غير في الغارات على الدهاليز وبس. باقي الأمور مش عارفين نعمل فيها حاجة. أمّا بقى نقابة جوبيتر فمسيطرة على السوق كله داخليًا وخارجيًا يا عم الحاج. فبيقول له يوهان أنا لازم أطوّر نقابتي بسرعة عشان ما احتاجش أي حاجة من أمثاله. فبيضحك يوجين وبيطبطب على ضهره وبيقول له: "يا عم أنت ماشي تمام التمام، ده غير كمان إنك لسه عندك 20 سنة بس، فما تجيش على نفسك أوي أنت العمر لسه قدامك طويل." وبيقطع كلامهم صوت الراديو بيسمعوا أخبار بتضايقهم، وهو إن الدهليز اللي ظهر امبارح الجمعية قدرت إنها تسيطر عليه بكل قوة وكفاءة لأجل سلامة المواطنين. فبيضحك يوجين ضحكة سخرية وبيقول له: لأجل سلامة المواطنين ما يعرفوش إن الرئيس يونغ هو وهوب بتدخل فيهم عربية نقل كبيرة جدًا من الناحية اللي فيها يوجين، وعلى طول يوهان بيضرب باب العربية برجله وبيكسره، وبياخد يوجين وبيطير بعيد عن العربية قبل ما العربية النقل تخلّي السقف يسلِّم على الكرسي. ويوهان بيطمن على أخوه وبيقول له: "أنت كويس يا أخي؟" فبيقول له: "أيوه كويس، بس الحادثة ديّة مقصودة، دول كانوا قاصدين الكرسي اللي أنا كنت قاعد عليه، وأكيد عملوا كده أول ما عرفوا إن الحارس بتاعي بالرتبة بيه بس." فبيقول له يوهان: "أنا ما كنتش متوقع إنهم ممكن يعملوا كده، خلّينا نتواصل مع النقابة ونحل الموضوع بسرعة." بيتريق يوجين عليه وبيقول له: "من أجل سلامة المواطنين." "صح، يوهان أقصد حمادة، ممكن تطلّع السواق من العربية، هو شكله مات على العموم، وساعد الناس اللي اتصابت الأول دول هم الأهم، وسيب موضوع الجمعية ده عليّا أنا، هم اللي بيحفروا نهايتهم بنفسهم، وكل ما حوادثهم بتزيد كل ما هيبقى وقوعهم أسهل." وبيروحوا بعدها على نقابة جوبيتر، وسوزي بتكون مرعوبة على يوجين وبتقول له: "أنت كويس يا يوجين؟ أنا سمعت إن في عربية دهستك، مين اللي عمل فيك كده؟ أنت بجد كويس؟" بيقول لها: "والله يا ستي كويس، وزي القرد قدامِك أهوّة، والفضل كله يرجع للصياد حمادة صاحب الرتبة بيه، هو اللي قدر إنه ينقذني." بتتصدم سوزي وبتقول له: "حمادة وبالرتبة بيه؟ أنت اتجننت يا يوجين، أنت إزاي تخرج مع صياد بالرتبة بيه بس؟" وبعدين بتفوق كده وبتهدى وبتقول له: "معلش آسفة لو انفعلت عليك زيادة، تعالَ هاوديك لقائد النقابة، بس أنا آسفة ما ينفعش حمادة ده ييجي معاك." فبيقول لها يوهان: "أنا آسف بس ما أقدرش أسيب أخويا، أقصد هاني يوجين يروح لوحده." بيهدّيه يوجين وبيحط إيديه على كتفه وبيقول له: "ما تخافش أنا هارجع بسرعة ولو حصل أي حاجة هاتصل بيك على طول." وعلى طول يوهان بيفهمه وبيبعت معاه إيرين عشان يقدر يتواصل معاه من خلاله ويعرّفه لو حصل ليه أي حاجة، وبيطمنه يوجين وبيقول: "أنا معايا إيرين ومعايا إيون كمان، ولو حصل أي حاجة ليّا هم هيحموني." هي فعلًا مقاومة الخوف لسه ضعيفة، بس ما أعتقدش إن هيونجي ممكن يعمل أي حاجة يأذيني بيها. بتفعّل سوزي في الحيطة بوابة انتقال وبتدخّل يوجين فيها، ويوجين أول ما بيدخل بينبهر بالمكان وبيقول: "إيه المكان الجامد الجاحد ده؟ هو هيونجي قاعد هنا لوحده؟" وبيفضل ينادي عليه، لكن المفاجأة بقى إن هيونجي بيبعت ليه السلسلة بتاعته بيربطه من رجليه وبيسحله حرفيًا على الأرض، وبيفضل يلفلف فيه وبيمسح بيه بلاط السلالم وفي الآخر بيرميه على الأرض. بيزعق له يوجين وبيقول له: "هي دي الطريقة اللي بتقابل بيها ضيوفك؟ بتمسح بيهم بلاط السلالم؟ على فكرة أنا عندي رجلين أقدر إني أمشي عليهم." وبيروح عليه يونجي وبيكون شكله متغير 180 درجة، وبيرفعه وبيحطه فوق حوض السمك، وبيقول له يونجي: "يوجين أخو رئيس نقابة الهوية، واسمك متسجل على الفون بتاعي بغرضي." بيزعق له يوجين وبيقول له: "أنا حذرتك من الموضوع ده قبل كده." ويوجين بياخد باله من التغير اللي بقى فيه هيونجي، وبيقول الراجل ده فعلا مش على طبيعته زي ما قالت لي سوزي بالظبط، ده ما سخفش عليا لحد دلوقتي بنكته البايخة. وبيقرب منه هيونجي تاني وبيمسكه من ودانه وبيقول له: "الحلق ده وصل لك ازاي؟ انا مستحيل اكون اديتهولك ولا اكون بعته، انت اكيد سرقته صح." بيتعصب يوجين وبيقول له: "انت اتجننت ولا ايه؟ انت اللي مديهوني بنفسك." وبيطيره يونجي في اللحظة ديّة على حوض السمك وبيغرق جواه، ويوجين بيتعب جدًا وبيقول: "أنا مش قادر أعمل أي حاجة، حاسس إني باتخنق خلاص، ومهارة إبطال الضرر اللي معايا مش عاملة أي حاجة مع المَيّة دي، والحيوان ده لو ما رجعش لطبيعته ولحقني أنا هاموت بجد." هو إيه اللي حصل له بس؟ ده شكله نسي كل الذكريات اللي بيننا. وبيطلّعه أخيرًا هيونجي وبيرميه على الأرض، فبيقول له يوجين: "أنت دايمًا بتعامل ضيوفك بالطريقة دي؟" فبيقول له هيونجي: "أنت إزاي ما غرقتش أو مُتّ جوّه حوض السمك لحد دلوقتي؟ وبعدين أنا حاسس إنّك ما كنتش خايف، كإنّك متأكد إنّي مش هاسيبك تموت، إيه مدى العلاقة اللي بيننا؟" بيبُص له يوجين بغيظ وبيقول له: "اللي بيننا إنّك بتلعب دور مرشد سياحي ليّا،
وكنت دايما بتحاول تعمل كل حاجة تريحني عشان تزود تقييمك وعدد النجوم بتوعك، بس خلاص تقييمك دوت هيرجع تاني للصفر لأني هسحب منك كل النجوم دي. فبيقول له يونجي شكلك لسه عطشان. بيخاف جدا يوجين وبيقول له لا استنى استنى، أنا هشرح ليك بشكل أحسن. فبيقول له يونجي أيوه كده، وضح لي عشان أقدر أفهمك يا هان يوجين. أخيرا يوجين بيتأكد إن هيونجي ما بقاش طبيعي وإنه مش بيمثل عليه أو حاجة، وبيفتح تليفونه وبيلاقيه لسه شغال وبيقول لنفسه إيه الحمد لله إن أنا جبته ضد المية، الصرف باين برضه. بس هو إيه اللي حصل لهيونجي؟ شكله نسي كل حاجة تخصني من ساعة ما رجعت بالزمن، وبيوري له في اللحظة ديت الأخبار المنتشرة عنه، وإنه أول مروض وحوش في العالم كله، وأب للوحوش، وإنه كمان محمي من أكبر 5 نقابات عظمى في البلد، من ضمنهم نقابته نقابة جوبيتر. وبيقول له يوجين ها افتكرت أي حاجة منهم؟ فبيقول له هيونجي لا خالص. فبيقول له ازاي، احنا اتحالفنا كتير جدا مع بعض، احنا حتى هزمنا وحوش بالرتبة اس اس سوا. فبيقول له هيونجي باستحقار معاك انت يا صاحب الرتبة اف. ها ها ها. فبيقول له يوجين بالرتبة اف بس عندي شوية مهارات كتير جدا مفيدة وقوية، ده انا حتى بطلت عقدك مع ملك السحالي، تقدر تشوف في نفسك. هنا فعلا هيونجي بيصدقه وبيقول يا نهار ابيض، انت عملت كده معايا وانا عملت كده فيك. بيرتاح اخيرا يوجين وبيقول لنفسه ايوه بقى ارجع تاني لطبيعتك وخليك ممتن ليا على اللي عملته ليك. لكن هيونجي الجاحد بيصدمه وبيقول له ده انت طلعت مفيد جدا، هو انا ليه ما ربطتكش وروضتك انا بنفسي؟ بيشتمه يوجين في سره وبيقول المهم اني دلوقتي اتاكدت انه مش فاكر اي حاجه من بعد ما رجعت بالزمن، بس ليه حصل كده؟ هو نسي ولا ايه؟ واشمعنى نسي الجزء اللي بعد ما رجعت بالزمن؟ بس أنا لازم أتأكد بنفسي من اللي بيحصل ده. وبيقول لي لهيونجي هو الصراحة أنا عندي مهارة مفيدة جدا، أقدر من خلالها أعرف إيه اللي حصل ليك وأرجع ليك كمان ذكرياتك من تاني، وهي إني أدخل جوه ذكرياتك. بيمسكه يونجي من تاني من رقبته بالسلسلة بتاعته، بيقول له حلوة أوي دي، هو أنت فاكرني إني أسيبك تشوف كل ذكرياتي وتعرف كل حاجة عني كده بالسهولة دي؟ هو أنا لأي مدى كنت متساهل معاك؟ بيترعب يوجين وبيقول لنفسه أنا برضه دايما كنت بقول كده، الراجل ده بيتعامل بلطف وطيبة معايا ولحد دلوقتي ما ورانيش وشه التاني. لا ثانية واحدة كده، أنا شفت وشه وردة فعله ديت قبل كده في الدهليز لما حاولت أفك ليه عقد ملك السحالي، بس أنا ما كنتش متخيل إنه هيتحول عليا كده لمجرد إنه ينسى اللي بينا. طبيعي يا عم الحاج، ده أقوى رجل في كوريا كلها بيتعامل مع أضعف رجل بالنسبة له في كوريا كلها برضه، فرق طبقات يا حضرة. بيتحمس يوجين لأنه عارف الدخلة إيه اللي هيدخلها عليه، وبيبص له بكل ثقة وبيقول له تاني ده ما عداش شهر على ردة فعلك دي معايا، على العموم خلاص براحتك خليك عايش في حياتك المملة دي، ده انت فايتك شوية حاجات أكشن ومسلية جدا في حياتك التانية، إنما إيه؟ وبعدين أنا كنت فاكرك من النوع اللي مش بيفرق معاك صورتك قدام شخص ضعيف بالرتبة اف، يعني أهم حاجة عندك هي المتعة والحماس، وعلى العموم براحتك انت كده كده انت الخسران. بيبتسم هيونجي وبيتحمس أكتر وبيقول له بقالي كتير جدا محدش اتراهن معايا ورهان حلو قوي كده كمان. فبيقول لي يوجين لنفسه انت قلت كده برضو المرة اللي فاتت. فبيقول له على العموم الموضوع مش هيطول، اول ما هتوافق هبدأ على طول، وما تقلقش انت هيغمى عليك شوية مش اكتر. وبيوافق هيونجي وبيستخدم عليه يوجين مهارته اللي عملها مع ايرين واللي اتعلمها من ديارما، وبيلاقي نفسه بقى في مكان مختلف وبيظهر قدامه هيونجي الحقيقي او هيونجي اللي احنا بنعرفه، وبيقول له والله فيك الخير يا يوجين، جاي تطمن عليا بنفسك؟ برغم اني خايف لا يكون شخصيتي التانية عملت معاك الصح. بيطمنه يوجين وبيقول له هيونجي الحقيقي يا راجل اخيرا، دي شخصيتك التانية عملت معايا الواجب وزيادة، ده مسح بيا بلاط السلالم وفي الاخر رماني في حوض السمك بتاعك. بيضحك يونجي وبيقول له انا اسف جدا على اللي حصل ده. فبيقول له يوجين هو ايه اللي حصل معاك بالظبط فهمني. فبيقول له يونجي مش عارف والله، علمي علمك، انا مرة واحدة لقيت نفسي محبوس هنا. وبيقول له يوجين احكي ليا ايه اللي حصل معاك بالظبط. فبيقول له يونجي بقالي شهرين حاسس ان فيا حاجة غلط، في ذكريات بتجيلي بالليل، بس الذكريات ديت انا ما شفتهاش قبل كده، فضلت ورايا الذكريات ديت لحد ما لقيت نفسي هنا ومش قادر اخرج من هنا حتى.
بيتصدم يوجين وبيتوتر وبيقول لنفسه ده بقى متعلق هنا، النظام قال لي حاجة شبه كده، وإنهم ما مسحوش الذكريات، هم بس كتبوا الأحداث بتاعة الماضي فوق أحداث الحاضر. ومعنى كلامه ده إن هيونجي اللي من المستقبل هو اللي قدر يفوز على هيونجي اللي عرفه واحتل مكانه. ده طبعا بيفسر إنه ما يعرفش أي حاجة عني نهائي. بيسأله يوجين طيب أنت افتكرت أي حاجة وأنت هنا؟ فبيقول له هيونجي مش عارف، بس متهيألي إن عندي 30 سنة وهو ده الطبيعي. فبيقول يوجين لنفسه ده نفس سني قبل ما ارجع بالزمن، هو ممكن يكون افتكر اللي حصل معايا قبل ما ارجع بالزمن. وبيحاول يوجين يشوش عليه زيادة وبيحول ايده لايد تنين وبيقول له ما يمكن دي مهارة جديدة بتخليك تتنبأ بالمستقبل. فبيقول له يونجي ما اعتقدش ده مش ذوقي نهائي، انا راجل بحب اني اعيش الاثارة والحماس، معنى اني اعرف المستقبل هفقد الشغف للحياة. بس ثانية واحدة مالها ايدك؟ فبيقول له يوجين ده ايد نوى، بما اني في عالم اللاوعي اقدر اني استخدم اي مهارة قدرت اني اشاركها واحسها، وهحاول اني اساعدك بيها. بيبتسم هيونجي وبيقول له ايه نوع المساعدة اللي هتساعدني بيها بايد نوى؟ بيبدأ يوجين يهجم عليه على طول وبيفضل يضرب فيه وبيعوره في كتفه وبيقول لنفسه الطريقة ديت اتعلمتها من ديارما. وبيفضل ينبش في ذكريات هيونجي وبيمسك جزء من ذكرياته في ايده وبيقول له ها افتكرت حاجة ولا لسه؟ أنا هافضل أعمل كده لحد ما أخرّج ليك كل الذكريات اللي مضايقاك. وبيستخدم قوة ملكة الحريات وبيعمل موجة كبيرة من المَيّة، وبيبتسم ليه هيونجي وبيقول له: "هو أنت شكلك عارف أنت بتعمل إيه، صح؟ بس أنا ليه حاسس إنك قاصد تعمل معايا كده كإنك بتنتقم منّي والّا حاجة." بيقول له: "لأ خالص، ده أنت بس اللي عندك ذكريات كتير شوية." وبيضحك وبيبُص له بصّته الشريرة كالعادة وبيقول له: "حتى لو اتوجعت شوية فده مش مهم، لإن ده في مصلحتك." وبعدين الوجع اللي هتحس بيه هنا مش هيأثر عليك نهائي، يعني مش هيحصل ليك أي حاجة في العالم الخارجي. وخلينا نبدأ بشوية مية كده على الماشي عشان تفوق يا جميل. وبيضربه بشلال من المية في وشه، بس تفتكروا هيونجي هيسكت له كده ويسيبه يضرب فيه ومش هيرد عليه؟ لا طبعا ده هيفلقه. وبتعدي فترة وبيتحول للمكان الجميل والهادي اللي كانوا فيه لأنقاض. وبيتعصب يوجين وبيزعق في يونجي وبيقول له ده غش على فكرة، أنا اللي كنت كسبان في الأول. وهو بيكلم نفسه وبيقول أنا كنت فاكر إني هفضل أضرب فيه لحد ما أخرج منه كل الذكريات بتاعة المستقبل وبعدين أدفنها وبكده أكون خلصت، بس اللي شايفه دلوقتي إن الوضع اتحول لحرب. وهو بيزعق له يوجين وبيقول له ما تسيبني أشوف شغلي يا عم الحاج وبطل مقاومة بقى. فبيقول له يونجي مش قادر الصراحة، لما نبشت في ذكرياتي افتكرت شوية مهارات قتالية كنت ناسيها، قلت لازم أجربها بنفسي. وبيهاجم على يوجين بهجوم على هيئة انفجار وبيقول له ده أول هجوم افتكرته. بيصد يوجين هجومه ده بالعافية وبيقول له هو أنت تقدر تعمل كده أصلا؟ بيبص له يونجي وهو متحمس وبيقول له أنا قدرت أستعمل البرق وأحوله لانفجار هيدروجيني، وافتكرت إني هقدر أعمل كده بفضلك. وبيعمل حفرة كبيرة تحت يوجين وبيقول له وافتكرت دي كمان. وفي اللحظة ديت بينتشر البرق بتاعه جوه الحفرة دي، لكن لحسن حظ يوجين إنه بيطلع جناحات نوى وبيقدر يخرج منها. وبيقول له يا عم الحاج عرفت انك جامد ومفيش زيك، ممكن بقى تثبت مكانك وتخليني اكمل شغلي؟ فبيقول له يونجي تفتكر لو كنت مكاني كنت هتعمل كده؟ فبيقول له يوجين لا بس برضه مش كنت هاخد الموضوع انه هزار وتسلية كده، انت للاسف هتجبرني اني استخدم العنف معاك واثبتك بالاجبار. وبيبعت ليه هجوم قوي جدا وهيونجي بيهزر وبيقول له يا نهار ابيض هو ده سم الشلل بتاع نوى؟ والسم بيقدر انه يصيبه بس يونجي الجامد بيهرب منه بسرعة وبيظهر قدام يوجين مرة واحدة وبياخده بالحضن وبيقوله ده كان زمان انما دلوقتي عرفت علاج قوي جدا للسم ده، فمعلش بقى انا هستعير منك مهارة مقاومة السم شوية. وبيتعصب جدا يوجين وبيقوله سيبني يا ابني التيت وبيذكر والده بكلمة انما ايه، وعلى طول يونجي الصايع بيردها له في قلبه وبيقول له حاضر يا بابي. كل ده ويوجين بيكون جايب اخره منه وهيونجي بارد ومستمتع جدا باللي بيحصل وبيقول له ده انا رجع ليا كل ذكرياتي بفضلك، ده الموضوع طلع مسلي اكتر من مهارة استبصار المعركة اللي عندي. يوجين بيبقى هيطق منه لانه واخد الموضوع هزار وتسلية، لكن بيهدى اول ما بيلاقي نفسه في مكان يعرفه وبيسأل هيونجي على طول عن المكان ده وانه يعرفه منين لان المكان ده هو اللي اتربى فيه. وهيونجي بيكون كل اللي همه ايه المتعة وبس، هو بيقول له مش عارف بس ايه رأيك ما تجرب معايا مهارة المشاركة تاني؟ انا كده كده مش هفتكر اي حاجة لما اخرج من هنا وانا نفسي احس نفس الاحساس ده تاني. بتيجي ليوجين فكرة وبيوافق بس بيعور نفسه الاول وبيقول له
ما عنديش مانع بس مفيش أي حاجة من غير مقابل يا جميل. وبيطلع من إيده سيف اللهب بتاع أخوه وبيقول له لازم الأول تستحمل 3 ضربات، لأ 10 ضربات من سيف اللهب. وكان فاكر خلاص إنه كده هيكسب هيونجي، لكن الصدمة بقى إن هيونجي بيصد هجومه ده بمهارة الرئيس سيونغ. وطبعا يوجين مش بيبقى مصدق اللي قدامه ده، وبيقول مهارة سيونغ أنت إزاي حصلت عليها؟ فبيقول له هيونجي مش عارف، ممكن تكون هدية. فبيقول له يوجين مستحيل، تعالى هنا خليني أضربك وأعرف أخدتها إزاي. يوجين يا جدعان بيفكرني بالأمهات وهي بتنادي على عيالها عشان يجيبوا الشبشب وييجوا عشان يتضربوا بيه كمان. وبتنتقل بينا الأحداث عند يوهان اللي في جسم حمادة، وهو بيكون قلقان جدا على أخوه إنه اتأخر جوه، وبيطلب من سوزي إنها تدخله لكن هي بترفض وبتمنعه، وبتقول له الصيادين من النقابات التانية ما ينفعش يدخلوا المقر الرئيس. فبيتعصب يوهان وبيقول لها تضمني ليا منين إن الصياد يوجين ما حصلش ليه حاجة جوه وإن رئيسك ما عملش ليه حاجة؟ بتتعصب سوزي وبتقول له أنت كده بتغلط فينا جامد جدا، أنت عايز تقول إن قائدنا ممكن إنه يأذي يوجين؟ فبيقول لها حمادة ردي عليا تقدري تضمني ليا سلامة يوجين؟ بتتنهد سوزي وبتقول له للأسف لأ، أنا مش ضامنة الرئيس النهاردة بالذات. فبيقول يوهان لنفسه أنا كمان ما بقتش قادر أفهم أي نوع من الشخصيات هو. إيرين ما ردش عليا لحد دلوقتي، وللأسف لو دخلت باستخدام مهارتي الجديدة جسمي اللي على شكل حمادة هيكون ضعيف جدا وهيقدروا يعملوا فيه اللي هم عايزينه. وبياخد القرار أخيرا خلاص وبيقول لها أنا هدخل وأتأكد بنفسي. فبيحاول الصياد وسوزي إنهم يمنعوه لكن مش بيقدروا عليه، وبيقدر كمان إنه ياخد مفتاح الدخول في لمح البصر من سوزي، وبيقول لسوزي قولي بقى إني سرقت منك المفتاح ودخلت. وسوزي بتزعق في الصياد اللي معاها وبتقول له احنا لازم نتصل بالرئيس حالا ونبلغه. فبيقول لها الصياد حاضر وبيتصل فعلا بالرئيس، وهي بتكون لسه مصدومة من قوة ومهارة حمادة اللي بالرتبة بيه بس، وإنه أكيد عنده مهارة قوية مخفية. وبيقطع تفكيرها الصياد وهو بيعرفها إن الرئيس مش بيرد عليهم، فبتتصدم أكتر وبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه في المصيبة دي. وبنرجع تاني ليوجين وبنشوفه في مكان كله خضرة وبحر، مكان يجنن، قطعة من الجنة على الأرض حقيقي. هو بيكون تعبان جدا وبيقول لي هيونجي أنا هموت مش قادر، أنا استخدمت كل المنى بتاعتي كل ده بسببك أنت، الله لا يسامحك. فبيقول له هيونجي معلش هو أنت كنت فاكر إنك هتاخد كل ذكرياتي مني كده بالساهل؟ فبيقول له يوجين يعني أنت كنت قاصد بقى. وبيقول لنفسه أنا دلوقتي بقيت شاكك فيك أكتر من الأول، أنا للأسف قبل تراجعي ما كنتش مركز معاه فمعرفش أي تفاصيل عن حياته، أنا كنت محتاج أبص على ذكرياته عشان أعرف لو ليه علاقة بالنظام ولا لأ، وإزاي كمان قدر ياخد مهارة الرئيس يونغ منه، لأن في حياتي السابقة مات الرئيس يونغ واختفى هيونجي بعدها من البلد كلها، ده حتى الناس قالت إنه هو اللي قتله، أصل مستحيل الرئيس يونغ هيديله مهارته هدية، هو أكيد اللي قتله وأخد منه أو هدده عشان ياخدها منه. أنا نفسي أتعمق أكتر في ذكرياته وأعرف اللي حصل، لكن للأسف الحيوان ده مش متعاون معايا نهائي، فبيقرر إنه يغير الموضوع أحسن وبيسأله يوجين عن المكان اللي هم فيه وهل المكان ده من ذكرياتك؟ فبيقول له يونجي أيوة إحنا هنا في سويسرا، ده آخر مكان في ذكرياتي، الظاهر كده إني كنت بلف العالم كله. فبيقول له يوجين إيه يا عم الدلع والروان ده كله، بس عندي ليك سؤال مهم، هو أنت فعلا قتلت الرئيس يونغ وسرقت مهارته وهربت بره البلد؟ فبيقول له يونجي مش متأكد الصراحة، هو كان في إشاعات إني قتلته. بيرد عليه يوجين وبيقول له أيوة، ده أنت حتى اختفيت تماما بعد موته وده اللي أكد عليك التهمة. فبيقول له يونجي مش عارف، أنا برضو مستغرب إني قدرت أستعمل مهارته دي، وبعدين أنت قلت لي إننا نقدر نستعمل المهارات اللي شفناها وحسيناها قبل كده، ومهارة أخوك اللي استخدمتها دي مش موجودة في الوقت الحاضر، معنى كده إنك استخدمتها في المستقبل؟ بيتصدم يوجين وبيبقى مش عارف يرد عليه بإيه، وهيونجي بيكمل وبيقول له طيب تقدر تشرح لي أنا عندي ذكريات عن المستقبل ليه؟ أنت عندك إجابات كل الأسئلة ديت وأكتر يا يوجين، ولازم تعرفني الحقيقة كلها يا يوجين حالا. بس كده وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت، بس يا ترى يوجين هيعمل إيه مع يونجي وهل هيقول له على كل حاجة ولا لأ؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقات اللي جاية. وأنا عارف يا أبو الصحاب إن أنا قصرت معاكم الفترة اللي فاتت دي، بس غصب عني والله كل واحد وعنده ظروفه، أنا مش هخش في أي تفاصيل عشان ما ادوش دماغكم معايا، وأنا هحاول إن أنا أنزل بانتظام، بس ادعولي أنا مش طالب غير دعواتكم وبس يا إخواتي. وبس كده كالعادة بقى قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا سلام.